سبب في الازمات. حدد كلامك يا المجلس ده مسؤول عن الازمات. هناك احتقان بين المجلس. لا، المجلس مسؤول عن الازمات. يا ريس لا توجه كلامك للمجلس يا استاذ مصطفى. انت تعرف من المسؤول عن الازمات؟ المسؤول عن الازمات هو الانفلات اللي حاصل في البلد. المجلس ليس مسؤول عن الازمات. يا ريس لو سمحت. النهارده لما نقول بصراحه وبوضوح ان الحكومه دي هي السبب في الحرائق اللي بيحصل، هذه خيانه عظمى. هاتوهم ونحاسبهم اذا كانوا كده بالظبط، والا هاتوهم ونحاسبهم يا جماعه. لو كان ده صحيح، لو كانت الحكومه كده هاتوها ونحاسبها. لكن ده كلام رساله للشعب المصري ان احنا في وضع صعب، وان بلدنا بتضيع مننا، وان اي حد يقدر يتهم اي حد. كلنا متهمين الان امام الراي العام. البرلمان متهم، الحكومه متهمه. البرلمان ليس متهم. البرلمان ليس متهما. الناس بتشوف. دكتور محمود الساعة اتفضل. البرلمان ليس متهما من الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا دكتور محمود. يا اخي سنة موضوع هو كل واحد اتفضل يا دكتور محمود.